العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. معالي الوزير عثمان صالح يلقي كلمة أمام الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان. إجراء عمليات عيون جراحية ناجحة لأكثر من 600 مواطن. سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في القاشبركة يعقد سيمينارا لسكان تسني. بسبب فيتو الميجر، أوروبا تخفق في إقرار الحزمة العشرين من عقوباتها ضد روسيا. مقتل 55 شخصا جراء أعمال عنف في المكسيك. والولايات المتحدة وتايلاندا تبدأان أكبر مناورات عسكرية في جنوب شرق آسيا. أهلا بكم. ألقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح كلمة عبر الاتصال الإلكتروني اليوم 24 من فبراير أمام الدورة 61 للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان. وأشار معالي الوزير عثمان في خطابه إلى أنه على الرغم من أن مجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولية عالمية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلا أنه أظهر باستمرار تغيب في تنفيذها، بذكر أنه بدلا من خدمة المبادئ الدولية التي ينبغي أن يدافع عنها، يتم أحيانا طي أنشطته لخدمة مصالح سياسية ضيقة، وهو أمر يجب تصحيحه. وحث المجلس على العمل والالتزام بمبادئه إذا ما أريد إصلاح تآكل الثقة بين الدول وضعف الالتزام بالتعاون متعدد الأطراف. وذكر الوزير عثمان قائلا أن رؤية إريتريا واضحة، مؤكدا أن إريتريا تلتزم ببناء الدولة مستقلة ومزدهرة تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية التي تستحقها. واختتم الوزير عثمان كلمته بالتعبير عن استعداد إريتريا للدخول في انخراط بناء مع المجلس وأعضائه بروح احترام السيادة والتنمية الوطنية، مما يؤدي إلى شراكة حقيقية وفاعلة، متعهدا ببذل جهود تجاه ذلك. شهد مستشفى أفا عبد في الفترة من 18 وحتى 23 من فبراير الجاري إجراء عمليات جراحية ناجحة للعيون لأكثر من 620 مواطنا كانوا يعانون من ضعف البصر. وأفادت الأنباء الواردة أن من بين هؤلاء كان 87 شخصا بصيرا و7 أطفال و92 من قدموا من مديرية قرورة. وقال الطبيب العيون الذي يقود الفريق الجراحي الدكتور إيوب بيني أن البرنامج كان فعالا بفضل تنسيق الإدارات على مستوى الإقليم والمديريات وحتى إدارات الدواحي. وأضاف طبيب العيون الدكتور محمد ياسين أنه إلى جانب جراحة بياض العين تم إلقاء محاضرات حول كيفية العناية على العيون بعد الجراحة وأسباب بياض العين والاستخدام السليم للأدوية بعد الجراحة ومواضيع أخرى تتعلق بصحة العين. وذكر مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية الممرض الأمين إبراهيم أنه تم في وقت سابق إجراء فحوصات عيون ل 1524 من السكان في مختلف إدارات الضواحي بمديرية أفا عبد. يذكر أنه خضع أكثر من 160 مواطنا لعملية جراحية ناجحة في مستشفى نأفا يومي 16 و17 من فبراير الجاري. عقد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاشبركة السفير محمود علي جبرة في 23 من فبراير عقد سيمينارا لسكان مديرية تسني حول تعزيز برامج الجبهة ودعم برامج التنمية والتصدي. وذكر الكوادر والإداريين بضرورة زيادة مشاركتهم والشباب بشكل عام والموظفين بشكل خاص. ذكرهم بضرورة الجدية في مجالات عملهم وإدارة وقتهم والعمل بجدية على توريث التاريخ والثقافة والقيم لتنفيذ برامج التنمية الوطنية المستدامة. وذكر مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة بالإقليم السيد أحمد طاهر أن الكوادر هي الجهات التي تدرك وتنفذ سياسات وبرامج الحكومة بروح قوية وشعور بالمسؤولية. وقد حث المشاركون على استمرار السيمينارات والاجتماعات العامة التي تركز على الوضع الراهن.
وأضاف مدير مديرية تسني السيد سيوم غبريسوس أن الكوادر هي حجر الزاوية في المجتمع، ومن مسؤولياتهم مناقشة الأمر مع السلطات المختصة للتعامل مع أوجه القصور وحلها. نظم فرع هيئة النقل البري بإقليم الكشبركة في 21 من فبراير بمدينة بارونتو دورة تدريبية لأعضائه ركزت على نظام الرقابة على المركبات، وذلك في إطار جهوده لتعزيز فحص صلاحية المركبات والحد من حوادث المرور. وتناولت الدورة آليات ضبط ومراقبة المركبات، إضافة إلى أساليب الحسابات واستكمال بيانات الفحص السنوي للمركبات، بما يسهم في تحسين جودة العمل ورفع مستوى الانضباط في القطاع. وأوضح مدير الفرع السيد حيلي أبرهة أن الجهات الرقابية تبذل جهودا متواصلة استنادا إلى القوانين واللوائح المنظمة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المركبات التي تسير دون شهادة فحص سنوي أو تعمل على خطوط غير مرخصة. وفي ختام حديثه أعرب عن ثقته بأن الدورة ستسهم في تحسين دقة البيانات المتعلقة بالمركبات وتحقيق نتائج عملية ملموسة في أداء العمل. من جانبهم أشار المشاركون إلى أهمية التدريب في تطوير أدائهم المهني، داعين إلى إزالة الأشجار المنتشرة على أطراف الطرق لما تشكله من خطر على السلامة المرورية، كما طالبوا بضرورة التزام السائقين المخالفين بسداد الغرامات المفروضة عليهم في الوقت المحدد. نفذ أعضاء جمعية الدفعة الأولى للخدمة الوطنية بالتعاون مع مكتب الأمن القومي حملة التبرع الطوعي بالدم يوم 22 و23 من فبراير، تم خلالها التبرع ب86 كيسا من الدم دعما لخدمات نقل الدم الوطني. وأوضحت منسقة جمعية الدفعة الأولى للخدمة الوطنية السيدة روتا ولد ميكائيل أن هذه الحملة تأتي استكمالا لبرنامج التبرع الدوري الذي تنفذه الجمعية كل 3 أشهر بصورة منتظمة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة السادسة التي يبادر فيها الأعضاء إلى التبرع بالدم في إطار مسؤوليتهم الوطنية والإنسانية. من جانبهم أكد الأعضاء أن التبرع الطوعي بالدم لا يقتصر أثره على إنقاذ حياة المرضى فحسب، بل يتيح للمتبرع الاطمئنان على حالته الصحية، ما يمنحه فائدة مزدوجة، داعين الجمعيات والمؤسسات الأخرى إلى الإسهام بانتظام في دعم مخزون بنك الدم الوطني. ووفقا لمعلومات واردة من بنك الدم الوطني، فأن مستوى الوعي المتزايد بأهمية التبرع الطوعي بالدم أسهم في ارتفاع كمية الدم المتبرع به سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي خلال الفترة الأخيرة. اندلع حريق في بلدة تبلديا بمديرية قلوج إقليم الكشبركة أحدث أضرارا في الحياة والممتلكات. وأفادت وكالة الأنباء الإرترائي الرينا بأن الحريق الذي اندلع يوم 17 من فبراير أسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات وإصابة 2 آخرين واحتراق منازل 12 عائلة. ويجري التحقيق لتحديد سبب الحريق، ولكن المؤشرات المبدئية تدل على أن نار موقدة للاستخدام المنزلي لم يتم إخمادها بشكل صحيح قد تسببت في الحريق وفقا للسلطات المحلية. مشاهدينا، فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أخفق الاتحاد الأوروبي في إقرار الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا، وذلك بسبب اعتراض المجر واستخدامها حق النقد داخل الاتحاد. وأقرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعد اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل بعدم التوصل إلى توافق حول الحزمة الجديدة من العقوبات، واعتبرت ذلك تراجعا غير مرغوب فيه مع التأكيد على استمرار العمل للتوصل إلى اتفاق.
وبالموازاة مع ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي قرارات إضافية شملت تحديد سقف عدد موظفي السفارة الروسية لدى الاتحاد ب40 شخصا، والعمل على منع مئات الآلاف من الجنود الروس السابقين من دخول منطقة شنغن في إطار ما وصفته كالاس بعدم التسامح مع إساءة استخدام الصفة الدبلوماسية. ويأتي التعثر الحالي أمام حزمة العقوبات نتيجة اعتراض بودابست التي ربطت موافقتها باستئناف إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب الدروغبا المار بأوكرانيا في وقت تؤكد فيه كييف أن الخط تضرر جراء غارات روسية. قتل 55 شخصا بينهم 25 من عناصر الأمن جراء أعمال عنف شهدتها المكسيك عقب مقتل زعيم إحدى أخطر عصابات المخدرات الملقب بالمانشو خلال عملية نفذتها قوات الأمن الفيدرالية. وقال وزير الأمن عمر غارسيا حرفوش إن أعمال العنف اندلعت في 16 ولاية عقب الإعلان عن مقتل المانشو، مشيرا إلى أن عصابات المخدرات شنت هجمات أسفرت عن مقتل 25 عنصرا من قوات الأمن، في حين جرى تحييد 30 من عناصر العصابة وفق وكالة الأناضول. وأوضح الوزير أن السلطات أغلقت 85 طريقا في 11 ولاية كإجراء احترازي قبل أن تعود حركة المرور على الطرق الرئيسية إلى طبيعتها بفضل انتشار القوات الأمنية. وقد نقل جثمان المانشو الذي قتل خلال عملية عسكرية نفذها الجيش من هانغار تابع للنيابة العامة الفيدرالية إلى معهد الطب الشرعي في العاصمة مكسيكو وسط إجراءات أمنية مشددة. انطلقت مناورات كوبرا جولد 45 وهي أكبر وأطول مناورات عسكرية في جنوب شرق آسيا في مقاطعة رايونغ بتايلاند. يشارك في مناورات كوبرا جولد لهذا العام 30 دولة وأكثر من 8000 فرد. ويغطي التدريب هذا العام عمليات مشتركة شاملة لجميع المجالات، حيث يندمج تدريبات مراكز القيادة والتدريبات الميدانية من خلال مركز عمليات، ويشمل ذلك البر والبحر والجو والفضاء مع التركيز المستمر على الفضاء والفضاء الإلكتروني. وتستمر مناورات كوبرا جولد 45 حتى 6 مارس. ضربت عاصفة ثلجية كبرى تعرف باسم نورايستر ولايات شمال شرق الولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات واسعة للسكان الذين يتجاوز عددهم 40 مليون نسمة، فيما فرضت نيويورك حظر التنقلات وأغلقت المدارس في عدد من الولايات. وتسببت العاصفة التي اجتاحت المنطقة ليلا في إلغاء أكثر من 5600 رحلة جوية وتأخير مئات أخرى وفق خدمة تتبع الرحلات فلايت أوير. وفي مطار رود آيلاند الدولي تي اف جرين بلغت سماكة الثلوج قرابة 80 سنتيمترا، وهو رقم قياسي في الولاية، بينما سجل سنترال بارك في نيويورك 50 سنتيمترا، وهو أعلى مستوى خلال عاصفة واحدة منذ أكثر من عقد. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم ما جاء فيها. معالي الوزير عثمان صالح يلقي كلمة أمام الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان. إجراء عمليات عيون جراحية ناجحة لأكثر من 600 مواطن. سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في القاشبركة يعقد سيمينارا لسكان تسني. بسبب فيتو الميجر أوروبا تخفق في إقرار الحزمة 20 من عقوباتها ضد روسيا. مقتل 55 شخصا جراء أعمال عنف في المكسيك. والولايات المتحدة وتايلاند تبدأان أكبر مناورات عسكرية في جنوب شرق آسيا. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.